هجوم حاد على الفنانة نورهان ورد فعل ناري منها. شاركت الفنانة نورهان منشور لها على المواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بعد غيابها الفترة الماضية، ونشرت صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام كشفت خلالها السبب وراء ابتعادها عن السوشيال ميديا بعد خروجها ببث مباشر خلال رحلتها من تركيا. وعلقت نورهان: الحمد لله رب العالمين، عدت بعد غياب أكثر من أسبوع على السوشيال ميديا. والله كانت الحياة فيها راحة كبيرة، وده كان بسبب كسر تليفوني بعد مباشرة اللايف اللي طلعته من تركيا، وكنت فيه بشكر ربنا على نعمه عليا. وقالت كمان: المهم اكتشفت ان احنا حرفيا حياتنا كلها جوه حتة الحديدة دي ومرهونة بيها. تعرضت لمواقف صعبة جدا ومريت بأوقات كتير، منها جميلة ومنها بشعة. ربنا دايما كريم معايا. بشكر الأستاذة اللي هي من مصر اللي أنقذتني وأنا قاعد على الأرض لوحدي في مطار لوس أنجلوس بقالي 4 ساعات بعيط ومش لاقي أي وسيلة نجاة. وجهت اعتذار لجمهورها قائلة: بعتذر لو كنت متهورة في إن طلعت لايف من تركيا، ومقتنع إنها غلطة وخدت جزاء عنها كويس قوي. حقيقي لو ضايقت أي حد حقكوا عليا. هحكي لكم كل أحداث الأسبوع اللي فات في البوستات القادمة، ويا رب محدش يزعل. ده هيكون والله مجرد سرد للأحداث، عشان دي خطوات مهمة في شغلي مفيهوش أي نوع من أنواع التفاخر والتباهي، والله على ما أقول شهيد. كلنا والله واخدين حقنا 24 قيراط، بس في ناس مش بتحب تحكي الحاجات الوحشة اللي بتحصل لها، ولا بتحب التاجر بألمها، ولا تستعذب الابتزاز العاطفي، وبتحب تحكي الحاجات الحلوة فقط وتظهر الامتنان الحقيقي وتؤمن بمقولة: فأما بنعمة ربك فحدث. وأنا منهم، سامحوني لو ضايقت أي حد.